ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في أول فيديو اتكلمت معاكم على الرسم عامة وجاوبت على شوية أسئلة. النهاردة هتكلم عن حاجة من الأساسيات كتير واتكلمت فيها. تمام، بس هبدأ أشرحها لكم واحدة واحدة. وأول حاجة أنا هبدأ بيها هي اللايت والفورم، أو ازاي الإضاءة أو النور بتاعي بيأثر على الأشكال بتاعتي. تمام، طيب أنا ليه أشرح حاجة زي كده؟ وهنا دايما لازم نسأل نفسنا، ما ينفعش إن الواحد يبقى بيشرح حاجة والشخص اللي قاعد بيحاول يتعلم مجرد مستمع. هو لازم يفهم أنت بتديني ده ليه، يعني أنا هدرس إضاءة ليه. تمام، طيب الإضاءة دي هتأثر على الأشكال بتاعتي، يعني إيه تأثر على الأشكال وأشكال إيه أصلا؟ تمام، طيب نرجع بالراجع زي ما قلت لكم إن الرسم عامة إن أنا بحول حاجة 2D ل 3D. طب بحولها إزاي؟ قلت لكم عن طريقين. تمام، وقبل ما أقول الطريقين لازم الناس تفهم برضو إن الرسم في المجمل كده. يعني هل في رسم 2D عادي؟ يا جماعة في رسم 2D، والأغلب الأنيميشن أغلبه 2D. تمام، بس أنا بتكلم عامة. طيب أنا دلوقتي عايز أحول 2D ل 3D. يعني إيه؟ أنا عندي ورقة قدامي، الورقة دي طول وعرض. جميل، هرسم عليها حاجة. فطالما هرسم عليها حاجة هي ستيل برضو طول وعرض، حاجة فلات قدامي. طب أنا عايز أدي الدبث، العمق ده، عايز أزود الأكسس اللي هو الزد بتاعي. تمام، فبقوم جاي عامل زي ما قلت لكم إيه، أنا عندي الأكس اللي هو الواي، وعندي الأكس اللي هو الإكس. تمام، أدي طول وعرض. جميل، عايز أزود بقى الأكس التالت ده اللي هو الإيه، الزد بتاعي، اللي هو العمق بتاعي، اللي هو بيحول لي البوكس بتاعي ده، المربع بتاعي او المستطيل بتاعي يحوله لي بوكس. تمام، طيب ده فكرة البعد التالت. جميل، بس قلنا احنا ممكن نوصل لده عن طريق حاجتين. اول حاجة قلنا اللي هي البرسبكتيف، او اللي هو المنظور. تمام، وتاني حاجة قلنا اللي هي اللايت والفورم، او اللايت والشادو، الإضاءة بتاعتي. تمام، والمنظور بتاعي. طب جميل، قلنا لو عندنا مربع، قلنا لو استخدمنا ال one point perspective أو ال two point perspective. تمام، اللي هو نقطة واحدة، الperspective المنظور من نقطة واحدة أو من نقطتين. تمام، هيبدأ يحول لي المربع بتاعي أو المستطيل بتاعي لمكعب أو صندوق. تمام يا جماعة، لمكعب أو صندوق. جميل، كده الحاجة اتحولت من 2D زي ما حضراتكم شايفين، اللي هو المربع بتاعي أو المستطيل بتاعي، اتحول معايا لإيه؟ لمكعب أو صندوق. جميل، طيب بقت الحاجة قدامي اتحولت من 2D عندي دلوقتي ل 3D. طيب الحاجة التانية اللي قلت لكم عليها، لو أنا عندي دايرة، طب أنا الدايرة دي أديها البعد التالت إزاي؟ أديها الدبث إزاي؟ قلت لكم بإن أنا أسلط عليها إضاءة، فهيبدأ يظهر على الدايرة دي الأجزاء اللي هي المنورة والأجزاء اللي هي في الشادو، الأجزاء اللي هي في الظل. وهبدأ أشرح لكم دلوقتي القصة دي ماشية إزاي. تمام، فأنا عندي الدايرة بتاعتي وفيها الظل بتاعها، فبدأ يتحول الدايرة دي اتحولت لسفير أو كورة. جميل، فده المقدمة بتاعتنا عشان خاطر نبقى فاهمين إحنا رايحين على إيه. تمام، هنشرح دلوقتي الجزء بتاع اللايت والفورم. جميل، طيب أنا وأنا بشرح في نفس الوقت هتكلم عن البرنامج، بحيث الناس اللي لو لسه بتتعامل مع برنامج لسه في الأول، تمام، تبقى فاهمة الدنيا ماشية إزاي. طيب قبل ما أشرح اللايت والفورم لازم تعرفوا حاجة يا جماعة مهمة جدا اسمها الفاليو. الفاليو دي يا جماعة اللي هي البرايتنس بتاعة اللون. يعني ايه البرايتنس بتاع اللون؟ يعني من الآخر اللون بتاعي ده فاتح قد ايه وغامق قد ايه، في كمية إضاءة عاملة ازاي، يعني نسبة الإضاءة اللي في اللون بتاعتي قد ايه. وعشان نفهم حاجة زي كده فأنا هتكلم دايما على الألوان اللي هي الأبيض والأسود. جميل، طيب شايفين يا جماعة في الكالر ويل بتاعتي دي، الجزء اللي انتوا شايفينه ده الأبيض فوق خالص والأسود تحت خالص، أنا في الجنب، كل ده في الجنب بيديني الألوان اللي هي الجريهات والأبيض والأسود. تمام، تمام جدا. طيب يا جماعة ايه الفاليوز دي؟ بيقول لحضرتك ما بين النقطة دي، شايفين الجزء هنا عامل ازاي؟ الصفر دي يا جماعة تعبير عن البرايتنس، زي ما قلت لكم نسبة الإضاءة، يعني اللون ده أو الفاليو دي مضيئة بنسبة كام في المية. زيرو هنا يا جماعة يعني أسود.
أسود قاتم. هنا 100% يعني أبيض. طبعا عشان أعرف أكتب فلازم أختار اللون الإيه؟ الأسود. تمام. هنا يا جماعة 100% قلنا أبيض، وصفر قلنا أسود. طيب تمام، بس بيقولك ما بينهم في زي ما يقول كده إيه infinite number of values. يعني إيه؟ كمية values، كمية brightness مأثرة على اللون بأعداد مهولة ولا نهائية. تمام. فأنا لو قعدت أقول لك بقى من 0، طب 0.0001، 0.00، ونبدأ بقى نشتغل كل حاجة شيفت صغير هيغير لك الفاليو بتاعتك. فالناس الرسامين قالوا لك أن إيه؟ هنقسمها ل10 فاليوز بس. تمام. طيب تعالى نغير، نعمل نيو لاير ونغير شوية في اللون بتاعنا. تمام. أغير بس لون الخلفية بتاعتنا عشان خاطر أقدر أوريكوا كويس فكرة الفاليوز. فالناس قالك هنقسمها لإيه؟ ابدأ لي والله بالأبيض بتاعي. طيب هعمل ريكتانجل هنا، وافتح الريكتانجل بتاعي. تمام. واعمل Alt وباك سبيس عشان خاطر يعمل لي فيل اللي هو من الآخر يملالي المستطيل بتاعي ده باللون. تمام. طيب الأبيض بتاعي ده زي ما حضراتكم شايفين، عشان خاطر اختار اللون ده يا جماعة بضغط وانا على البرش بتاعتي طبعا، بضغط Alt وعلى اللون يبدأ يجيب لي السلايدر على اللون بتاعي اللي انت اخترته. تمام. تاني هحطها هنا وبعدين اضغط Alt على اللون بتاعي الابيض يجيبها لي على اللون الابيض. شايفين يا جماعة هنا كام؟ هنا 100%. تمام. 100%. طب جميل جدا. انزل لي بقى قد ايه؟ انزل لي 10%. لو نزلت 10% يعني وصلت لكام؟ 90 مثلا، مثلا 90. جميل. وبعدين أعمل ريكتانجل بتاعي وأعمل الإيه؟ الفاليو التانية بتاعتي، 90 بتاعتي. يعني هو يا جماعة فاتح بدرجة 90%. جميل. يعني الإضاءة النور فيه بنسبة 90%. تمام. ننزل كمان زي ما قلت لكم هو بيقسمها لدرجات عنده. نعمل ريكتانجل بتاعي. جميل. ونعمل Alt وباك سبيس. يديني إيه يا جماعة؟ 90% يديني 80%. تمام. أدي يا جماعة 80%. وهكذا يبدأ يعمل الفاليوز بتاعتي لحد ما يوصل للإيه؟ لحد ما يوصل لإيه؟ لل0%، اللي هي إيه يا جماعة عندنا؟ اللي هو اللون الأسود. تمام. هجيبها لكم من تحت برضو هنا. أدي اللون الأسود بتاعي. طيب نطلع كمان شوية من 0 ل10. تمام. نعمل ريكتانجل بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. دي يا جماعة الفاليوز بتاعتي، قلت لكم كمية الإضاءة اللي موجودة داخل اللون، البرايتنس بتاعت اللون بتاعي. تمام. زي ما بيقولوا كده how light or dark the color is، يعني كمية هل هو فاتح أو غامق قد إيه. تمام. دي حاجة لازم نبقى عارفينها كويس جدا جدا جدا، وطبعا مع الوقت ومع الشرح أقول لكم ده بيفرق معايا في إيه. تمام. يعني لو أنا هاشرحها لكم حالا عشان الناس ما تتلخبطش. تمام. فلازم نفهم قوي كمية فكرة الفاليوز دي بتاعتنا. تمام. طيب انت شرحت لي على الجراي هنا، هل ده بينطبق على كل الالوان؟ طبعا يا جماعة بينطبق على كل الالوان. انا طالما انا جيت هنا، تعالى مثلا هنا على اللون الاحمر. تمام. البرايتنس بتاعته 100%. جميل. جيت عملت هنا كده يا جماعة اللون الأحمر والبرايتنس بتاعته 100%. انزل لي هنا على برايتنس مثلا 80%. هو ستيل يا جماعة لون أحمر بس البرايتنس بتاعته 80%. جميل. الضوء اللي موجود فيه بنسبة 80%. هتقدر 80% فاتح 20% غامق، وهكذا لحد ما ستيل برضه هتنزل تحت خالص الصفر دي ستيل البلاك برضه. تمام. عملنا الريكتانجل بتاعي البلاك. حلو يا جماعة. أتمنى الناس تبقى فاهمة الجزئية دي كويس جدا لأنها هتفرق معايا في الشغل بتاعي. طيب جميل. احنا دايما بنشرح اللايت والفورم على أي شكل. تمام. فهختار الشكل ايه؟ هختار شكل السفير بتاعتي، الدايرة بتاعتي.
فبختار نيو لاير واجي هنا على الاشكال بتاعتي الدايرة وابدأ ايه اضغط وامشي الايه الكروس هير بتاعتي او الايه الماوس بتاعي. طيب هو هنا بيحولها لي الاليبس، تمام، فانا عايز احولها لدايرة فبضغط شيفت، ولو طلعت فوق او نزلت تحت مع الشيفت هيبدأ يخليها لي دايرة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، اخترت الدايرة بتاعتي. جميل، بس بتهيألي هو اتحول لإليبس تقريبا. جميل يا جماعة، ادي الدايرة بتاعتي، وزي ما قلت لكم دي بتحرك اللاير بتاعتي اللي مرسوم جوه اللاير، تمام، اللي هو الموف لاير. او اختار لو انا مثلا على لاير تانية وعملت كي، ضغطت كي هيجيب لي برضو اللي هي الايه الموف. تمام. طيب لو عملت كنترول وتي بيبدأ يكبر لي ويصغر لي، بيعمل ترانسفورم. جميل جدا. طيب انا دلوقتي يا جماعة عايز افهمكم حاجة، انا فهمت الفاليوز. طيب لما بنيجي نرسم اول حاجة لازم نحددها في الرسم، تمام، اللوكال كولر. يعني ايه اللوكال كولر؟ يعني من الاخر انت دلوقتي عايز تحولها لسفير، بس ما قلتليش السفير دي لونها ايه، تمام. وانا بما اني بتكلم في الجري سكيل، بتكلم في الابيض والاسود، فانا هختار مثلا اي فاليو من عندي هنا، مثلا 70%. تمام، وقول له بص يا باشا اعمل لي فيل. طبعا بختار الماجيك واند عشان خاطر يختار لي الجزء اللي جوه، تمام، واعمل فيل. طب هو عمل لي فيل دلوقتي للكورة اللي جوه بتاعتي، تمام. ممكن نغمقها شوية اكتر عشان برضو نشوف. تمام، حلو قوي. طيب لما انا قلت اغمقها شويه برضو الناس تبقى فاهمه حاجه، لما انا قلت اغمقها شويه عشان الناس تشوف، ده بسبب ان الخلفيه اللي ورايا جراي برضو. يا جماعه، لو انا شلت الخلفيه الجراي دي هيبان لك ان دي غامقه جدا. ليه؟ لان المحيط بيها فاتح جدا، ففي علاقه اصلا ما بين الفاليوز وما بين الالوان. تمام، دي مع الوقت بتقدر تفهمها، ازاي الحاجه غامقه، ازاي الحاجه الفاتحه قصاد الالوان. وكان في يا جماعه صور بتيجي كده زي رقعة شطرنج، وبيجيب لك ألوان فيها أو values فيها جراي ومش عارفة إيه، وبعدين يقول لك أنت متخيل إن اللون اللي أنت شايفه ده هو اللون ده، بس أنت عينك شايفة إن هما مختلفين تمامًا. تمام، عينك شايفة إن هما مختلفين تمامًا. تمام، ده بسبب إن بيبقى آآ زي ما تقول كده إيه، بيحيط بالمربع ده الcolor ده أو الvalue دي بيحيطها values مثلًا أفتح منها، فتبان أوي جنبهم إنها غامقة. تمام، زي الواحد مثلًا بشرته قمحي شوية صغننين، لو وقف قدام ناس ما شاء الله ناصع البياض هو هيبان جنبهم كأنه غامق جدًا، في حين إن هو لو وقف قدام ناس بشرتهم غامقة هو هيبان إن هو أفتح منهم. تمام، فهي برضه ديّة فكرة الألوان بالضبط. جميل، فأنا لمّا باعمل كده هو يتهيأ لك إن اللون ده بقى فاتح بس هو ما بيبقاش فاتح، بس أنا غمّقت اللي حواليه. تمام يا جماعة، فنبقى برضه فاهمين العلاقة دي. طيب جميل، أنا دلوقتي رسمت الدايرة بتاعتي وعملت الإيه، عملت fill أو مليتها باللون بتاعي، واللون بتاعي ده يا جماعة زي ما قُلت لحضراتكم اسمه الlocal color. إيه هو الlocal color أو اللون الأساسي للobject؟ يعني إيه اللون الأساسي للobject؟ يعني لمّا واحد ييجي يقول لك والله أنا اشتريت تيشيرت لونه أزرق، تمام، يبقى إحنا بنتكلم في اللون الأزرق، الأزرق، الأزرق. تمام، يعني إيه الأزرق الأزرق؟ الhue، وأنا برضه مش حابب أتكلم في الcolors أوي بس هاقول لكم الموضوع يعني. لو أنا جِبت مثلًا لون أزرق عندي الbrightness بتاعته 100% مثلًا، ده لون أزرق. بس يا جماعة خليكم عارفين إن اللون الأزرق بتاعي ده لمّا بيتعرّض لإضاءة مثلًا بيتحوّل لونه لأزرق، بس أزرق غامق شوية داخل فيه شوية ألوان. ولمّا يتحوّل اللون الأزرق بتاعي في النور، ده لو في الshadow، في النور اللون بتاعه بيتغيّر شوية. وده يا جماعة كمان في حين إن هو لو اتأثّر أكتر بألوان محيطة، الألوان دي أصلًا بتتغيّر. يعني في فرق كبير بين إن أنا واقف تحت الشمس، وفرق إن أنا واقف برّه وما فيش شمس ومجرد السما، فطبعًا الألوان ديّة هتأثّر على الألوان اللي هتظهر على التيشيرت بتاعي. تمام، لو أنا واقف في وسط زرع، الألوان اللي على التيشيرت هتتغيّر. حاجات كتير جدًا اللي هي يا جماعة الsurroundings اللي هي الحاجات المحيطة بيّا، هي ديّة بتغيّر لي الألوان بتاعتي. تمام، بتأثّر على اللون الرئيسي بتاعها، على الhue بتاعي. جميل، بيدّي لي shadow بلون أو درجة لون أو value مختلفة،
اللايتس بتاعتي بلون تاني، تمام، أو بفاليو تانية بيأثر على الفاليوز. إنما الألوان ممكن مش هيتأثر قوي قوي إلا لو محيط بيه يعني حاجة زي ما قلت لحضراتكم، حاجة قوية جدا انتنس جدا. زي ما قلت لكم أنا قاعد مثلا في مكان أنا لابس تيشيرت أبيض وقاعد في مكان فيه زرع، تمام، فكل الزرع ده النور جاي عليه وبينعكس على التيشيرت بتاعي فبيبدأ يغير اللون بتاعه شوية، تمام. المهم مش قصتنا، هن ايه زي ما قلت لكم، فاللوكال كولر هو اللون الأساسي بتاع الايه الدايرة بتاعتي هنا. طيب جميل، انا هعمل لير جديدة واعمل لها كليب. كليب دي يعني ايه؟ يعني لو جيت رسمت جوه هنا اي حاجة مش هتطلع بره الدايرة بتاعتي، تمام. طيب انا دلوقتي يا جماعه لازم اشرح لكم النور اصلا، النور اساسا بيشتغل ازاي. يعني ايه بيشتغل ازاي؟ يعني لو انا الاضاءه بتاعتي جايه من فوق من هنا، او الاضاءه بتاعتي جايه من الجنب من هنا، او الاضاءه بتاعتي جايه من فوق بس على اليمين شويه، تمام. دول الثلاث اماكن اللي احنا عارفينهم، جميل، او الاساسي يعني. طيب اعمل حسابك في حاجة، إن النور يا جماعة بيمشي في خطوط مستقيمة. يعني النور بتاعي هنا ماشي في خطوط مستقيمة، ما بيمشيش يا جماعة في يجي كده ويقوم جاي لافف رايح الناحية التانية، أو بيمشي من هنا، تمام يا جماعة، في خطوط مستقيمة، ما بيمشيش كده ويروح لافف كده، تمام. فدي حاجة لازم نفهمها كويس جدا، لأن هقولكوا ده هيأثر في إيه بالظبط دلوقتي. ولو جاي من الجنب هنا فزي ما قلت حضراتكوا النور بتاعي بيمشي في خطوط مستقيمة، تمام. طيب ده بيأثر عليا في إيه؟ يعني أنا دلوقتي عرفت إن هو بيمشي في خطوط مستقيمة، ده بيأثر في إيه؟ زي ما قلت لحضراتكوا أنا لو عندي الدايرة هنا، تمام، وعملت إن الدايرة بتاعتي دي على مسطح، أو هتعامل معاها على إنها كورة على مسطح عندي، النور بتاعي يا جماعة لما بيجي يمشي هنا بيبدأ يتلامس مع الكورة بتاعتي في أماكن معينة، تمام، زي ما حضراتكم شايفين هنا بيتلامس في أماكن معينة، تمام. وزي ما حضراتكم شايفين بيبقى عمودي عليها. لو جينا قسنا الزوايا دي هنلاقيها ايه؟ عمودية. فالنور دايما عمودي على الأوبجكت، لأن زي ما قلت لكم هو ماشي في خطوط مستقيمة. فلو جينا تخيلنا إن الدايرة دي هي كورة، فحرفيا تخيل حضرتك إن الكورة بتاعتي دي ال... النور بتاعي لافف حوالين الكورة دي، فهو حرفيا بيلامس الجزء اللي انت شايفه بره ده، تمام، بيلامس الجزء اللي حضرتك شايفه بره. فما تتخيلش قوي ان هو مجرد خط مستقيم ده، لا ده هو بيراب اراوند، يعني ايه؟ بيلف حوالين السيركل بتاعتي. جميل يا جماعة. وده هيفيدنا دلوقتي واحنا بنرسم جزء الشادو. هيفيدنا في ايه واحنا بنرسم جزء الشادو؟ ازاي؟ تعالى نرجع كده. طيب جميل. إيه لو انا دلوقتي يا جماعة قلت لكم ان اللوكال كولر اللون بتاعي جاي من هنا، ساعتها هنقسم السفير بتاعتنا لجزئين، جزء يا جماعة فيه نور وجزء فيه ظل، جزء فيه نور وجزء فيه ظل، تمام. لو النور بتاعي جاي من فوق هنا زي ما قلت لحضراتكم، هو دلوقتي ماشي في الاتجاه ده، تمام، اهو يا جماعة، تمام، عمودي عليه، فهيخلي الجزء اللي تحت ظل وهيخلي النص اللي فوق نور، منطقي جدا، تمام. طيب لو هو جاي من الجنب هنا، طيب هيقسمهولي، بس هيقسمهولي فيرتيكال، تمام، هيبقى الجزء ده نور وهيبقى الجزء ده ايه؟ ظل يا جماعة. هيمشي كده، تمام، برضه عمودي، جميل. طيب لو هو شغال في الأبر رايت، يعني شغال من فوق كده على اليمين زي ما وريت حضراتكم، هيمشي بالشكل ده. وده يفرق معانا في حاجة مهمة جدا دلوقتي هوريها لكم، مش مجرد بس شكل الشادو، هتعرفوا دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم هيقسمها لي لنصين، نص فيه نور ونص فيه ايه؟ ظل.
حلو أوي كده يا جماعة. طيب هل الشكل ده هو الشكل المنطقي؟ لأ يا جماعة، هو مش الشكل المنطقي، مش الشكل الحقيقي بتاعه، مش شكل النور والظل الحقيقيين. ليه؟ لأن زي ما قُلت لحضراتكم هو ما بيبقاش خط مستقيم، هو بيwrap around يعني بيلف حواليه. تمام. طيب إيه هي الvalue اللي قدامي دي بقى؟ إيه الlocal color ده يا جماعة اللي كنا بنتكلم فيه؟ لو جيت ضغطت Alt واخترت أشوف هو فين في الwheel بتاعتي، هو عند 60%. تمام. طيب أنا دلوقتي هارسم الshadows بتاعتي، أنا محتاج أغمّقه شوية. طيب أغمّقه بنسبة قد إيه؟ ده يا جماعة يعني راجع ليك. تمام. ده يا جماعة راجع ليك، فأنا هانزّله مثلًا عند say 30. تمام. وهاقول لك راجع ليك ليه برضه. وهابدأ أرسم جزء الظِل بتاعي. تمام يا جماعة. جزء الظِل بتاعي، أنا إيه عملته زيادة شوية. sorry. هي طبعًا بtry وerror، أنت بتختار لحد ما توصل للإيه، للشكل التمام بتاعك. جميل كده يا جماعة؟ طيب، أنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين، بُصّوا وركّزوا كويس أوي، أدي النُص بتاعي أهو. تمام. ده النُص بتاعي، أدي النور، وقُلنا وادي الإيه، وادي الضِل بتاعي. بس زي ما قُلت لكم هو بيلِف حوالين الدايرة، الإضاءة بتاعتي بتلِف حوالين الدايرة، فاللي أنتم شايفينه ده، تمام، ده البداية اللي عندها بيبدأ النور يتحوّل من نور، بيبدأ يتحوّل لإيه، لضِل. وزي ما قُلت لحضراتكم النور بيلامس المنطقة دي ويكمّل، بيلامس المنطقة دي ويكمّل، فدي النقطة الأخيرة اللي بيُقف عندها النور. تمام يا جماعة، الخط اللي شايفينه ده هو النقطة الأخيرة اللي بيُقف عندها النور ويبدأ يتحوّل لظِل. جميل يا جماعة. تعالوا نرجع تاني. رسمنا الshadows بتاعتنا، وعشان كده وريتكم ليه الshadow بتاعي بيلف كده، لأنه ما قُلت لكم بياخد شكل الform بتاعي. تمام. طيب ده قُلت لكم كده ده جزء النور، وده الجزء اللي فيه إيه، الظل. تمام. طيب تعالوا يا جماعة بقى، وده بيسموه يا جماعة عشان خاطر برضه الناس تبقى فاهمة، بيسموه الform shadow. تمام. الform shadow، أو معنى أصح الظِل اللي واخد شكل الform بتاعي، الظِل بتاع الشكل بتاعي. تمام يا جماعة، الظِل بتاع الشكل بتاعي. طيب في حاجة تانية اسمها الterminator. هنبدأ بقى نتعرّف على فكرة مسميات الshadows نفسها، لإن هو مش مجرد shadow عادي كده، يعني مش مجرد ظِل إن أنا عملت كده وخلاص انتهينا على كده. لو انتهينا على كده الرسمة أقرب الوقت هتبقى flat. تخيّل وِش عندك، وِش بني آدم أنت رسمته، وكل اللي عملته إن أنت عملت مثلًا value واحدة للظِل على الشمال. الموضوع بيبقى readable، يعني تقدر تشوفه تقراه، بس في نفس الوقت الموضوع بيبقى إيه، صعب شوية. يعني مثلًا لو جيت رسمت لحضرتك وِش هنا كده، تمام، وِش بني آدم، آدي العينين بتاعته، say المناخير، وآدي البُق. تخيل لو حضرتك جيت قُمت جاي قاسم الباشا ده نُصّين، تمام، وقُمت جاي قايل لي إيه، والله الجزء ده أنا عندي هاحُط له value واحدة بس، واقسم لي المناخير يا عم نُصّين. تمام، 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 البُق عندي مش عارفة إيه. لو النور جاي من هنا مثلًا كده، هيبقى بالإيه، say بالشكل ده. ساعتها أنت تقدر تشوف فعلًا هو already الراجل جاي عليه فعلًا shadow. تمام. أنت عارف إن النور فعلًا جاي عليه من فوق هنا فأضاء الحتّة دي. تمام. أو قصدي ضلِّم الحتّة دي. فأنت خلاص قادر تقرا، وقادر تحدد فعلًا إن الراجل ده الإضاءة جاية من فوق هنا وده فعلًا الshadows. تمام. بس ساعات الموضوع ده مش بيكفينا. ممكن طبعًا هتشوف style anime وstyle حاجات كتير ما بيستخدموش غير بس اللي هي الshadow الأساسية اللي هي الform shadow وخلاص على كده. تمام. طيب أنا دلوقتي عرفت إن دي الshadow بتاعتي. طب هاعرّفك حاجة تانية، تمام، هتنتج لي عنها حاجة تالتة. هافهّمكم دلوقتي. يعني أنا عندي حاجة يا جماعة اسمها الreflected light، تمام، أو الضوء المنعكس، أو بيسموه الbounce light، الضوء اللي بيرتد أو المرتد، وحاجة اسمها الterminator. والterminator ده اللي هو الخط الفاصل ما بين الضوء والظِل.